جريسبي، تل أبيض، المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود السورية التركية، والتي تعتبر ممرا يربط بين مقاطعتي الجزيرة وكوباني. وتأتي أهميتها الاستراتيجية من كونها بوابة رئيسية تربط بين سوريا وتركيا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 20,000 نسمة، وتتبعها عدة نواح وقرى منها سلوك وعين عيسى. ومع بداية الأزمة السورية تصارعت عليها قوى عديدة، فقد دخلها ما يسمى بالجيش الحر وفصائل من القاعدة بعد انسحاب قوات النظام السوري منها، لتعيش المدينة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار استمرت لأكثر من عام. ومع بداية عام 2014 سيطر تنظيم داعش الإرهابي على المدينة بتسهيلات من الدولة التركية ودون أي مقاومة من الجماعات المسيطرة، ليرتكب التنظيم مجازر مروعة بحق المدنيين الذين لاذ معظمهم بالفرار تاركين بيوتهم وممتلكاتهم، في تعاون بدا واضحا مع دولة الاحتلال التركي لإحداث تغيير ديمغرافي في المدينة، وجعلها بوابة يستقطب التنظيم من خلالها الإرهابيين من كافة دول العالم للوصول إلى عاصمته المزعومة مدينة الرقة. وما إن سيطر التنظيم على المدينة حتى حول المراكز الخدمية والتعليمية إلى معتقلات وسجون مارس فيها شتى أنواع التعذيب والإرهاب بحق الأهالي. وفي ظل سياسة الخوف والرعب الذي بثه التنظيم، استنجد أهالي مدينة تل أبيض وما حولها بوحدات حماية الشعب لتخليصهم من براثن التنظيم المتطرف الذي أذاقهم ويلات الذبح والتشريد على مرأى من أنظار العالم كله. وبدورها لبت وحدات حماية الشعب والمرأة نداء الأهالي، وعملت على تجهيز حملة عسكرية لتحرير المدينة أطلق عليها اسم حملة الشهيد روبار قامشلو، الذي استشهد في حملة تحرير جبل كزوان قبل شهر من انطلاق الحملة. جبوكي عندنا تل أبيض، جبوكي عندنا كوباني، حتى ضوي بإصرار تايبتيجي هزي ما يابهجي ويابهجي دوي مليدا خدي إصرار بو نافبرا سريكاني وكوباني دا خطا كي تشيكن وخابجين الكوباني دوی ملی دام قرار لینه و هر کس جی گرک به نبزان بی و هر کس جی گرک به نبزان بی. وفي أواخر شهر أيار تحركت وحدات حماية الشعب والمرأة وبدعم من العشائر العربية والمكونات الأخرى التي تطوع المئات من أبنائها تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية لتحرير المدينة من محورين أساسيين. فقد زخفت قوات مقاطعة الجزيرة من جهة وقوات مقاطعة كوباني من جهة أخرى على أن يكون اللقاء قلب المدينة المنكوبة. وبدأت وحدات حماية الشعب والمرأة تحرير القرى الواحدة تلو الأخرى وبشكل متسارع، مع فرار مرتزقة التنظيم أمام ضربات مقاتلي الوحدات العسكرية التي كبدته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي محاولة يائسة لمنع تقدم وحدات حماية الشعب، عمد التنظيم إلى تفجير الجسور وزرع العبوات والألغام في الطرقات والقرى، لكن كل هذا لم يثني وحدات حماية الشعب والمرأة مدعومة بأبناء العشائر من الزحف والتقدم نحو المدينة التي أمست وكرا لمرتزقة التنظيم بعد هروبهم من جبهات القتال في ريف المدينة. وبالزغاريد والأفراح استقبل أهالي القرى المحررة مقاتلي الوحدات مؤكدين على استعدادهم التام للمشاركة بطرد مرتزقة التنظيم الذي حول حياتهم لكابوس مستمر واستباح دماءهم وأموالهم. وبتحرير ريف المدينة بات التنظيم شبه محاصر داخل أحيائها ولا منفذ له إلا الحدود التركية. معارك ضارية خاضها مقاتلو الوحدات على مشارف المدينة ضد مرتزقة داعش الذين استغلوا الحدود التركية لإدخال المقاتلين وإرسال المفخخات وزرع الألغام.
وحدات حماية الشعب والمرأة ضيقت الخناق على التنظيم داخل المدينة. التنظيم الذي حاول مرارا وتكرارا كسر الطوق المفروض على المدينة من خلال إرسال العربات المفخخة والانتحاريين الذين تسللوا إلى المدينة بتسهيلات من الدولة التركية في محاولة لمنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية إليها. ولكن كل ذلك لم يجدي نفعا أمام عزيمة وإصرار مقاتلي وحدات حماية الشعب الذين أخذوا على عاتقهم حماية الشعب وتحرير المدينة. وحدات حماية الشعب وبإسناد جوي من التحالف الدولي خاضت قتالا عنيفا أشبه بقتال الشوارع داخل أحياء المدينة، فقد حررتها بناء إثر بناء وشارعا تلو شارع، وكبدت التنظيم خسائرا كبيرة في الأرواح وصلت لأكثر من 500 مرتزق بين قتيل وجريح. بعد معارك ضارية تم تحرير المدينة وطرد التنظيم المتطرف منها والذي فر أغلب مقاتليه عبر الحدود التركية. فرحة عارمة ارتسمت على وجوه المقاتلين الذين خاضوا معاركا ضارية مع التنظيم للوصول إلى هذه اللحظة، لحظة طرد التنظيم وتحرير المدينة التي فتحت الطريق بين الجزيرة وكوباني وأعادت الحياة لطبيعتها المعهودة. مسجلي ددنا قال لي خاي كرد ام مسجلي ددنا قال لي عرب ام جبونا يكتيا قال لي كرد وعرب مطلب يد قرد قري سبي بالزمان العربي طلاب يد قري سبي زمان الكردي مرود كان بيجي كانتونا جزيرة و كوباني بونا يك مرود كان بيجي داعش دهرما قري سبي هرما سلوك مبروكا و چاین کزوانه هات باقش کرن و اجوی سرکفتنه بو گل کرد بو گل عرب از پیروز دکم. وفور تحرير المدينة عملت الفرق الهندسية في وحدات حماية الشعب على إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعها التنظيم داخل البيوت والأحياء، وكذلك إبطال مفعول السيارات المفخخة التي كانت معدة للتفجير. كما عملت على إنشاء المجالس المحلية وتنظيم المدينة تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم بشكل آمن. ومع تحرير المدينة بدأ المئات من السكان الذين فروا من إرهاب تنظيم داعش بالعودة إليها بعد أن شعروا بالأمن والأمان. الله ينصركم وظلوا طيبين من داعش، الله يقطعهم ذبحونا وترخصون المواد ونعيش بأمان لأننا نظلون طيبين. الله ينصركم خير. وبدورها اتخذت القوات العسكرية كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تسلل عناصر مرتزقة داعش ضمن قوافل المدنيين العائدين إلى بيوتهم. وعلى ما يبدو أن ما حصل في المدينة من أمن واستقرار لم يرق لدولة الاحتلال التركي التي عملت على إمداد التنظيم بالمال والسلاح في محاولة يائسة لاستعادة المدينة أكثر من مرة. وعند فشلها باستعادة المدينة عمدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ما يسمى بالجيش الوطني إلى احتلال المدينة بشكل مباشر. ففي 9 من تشرين الأول من عام 2019 شنت دولة الاحتلال التركي هجوما واسعا وعنيفا استخدمت فيه الطائرات الحربية والمسيرات وشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحرمة دوليا، مستهدفة مدينتي تل أبيض ورأس العين، متذرعة بحجج واهية عن حماية أمنها القومي وعمقها الاستراتيجي. ورغم حصولها على ضمانات في تفاهمات تم توقيعها مع التحالف الدولي الذي ضمن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية لعمق 5 كيلومترات مع السلاح الثقيل، إلا أن ذلك لم يثني دولة الاحتلال التركي عن احتلال المدينة وإعادة الفوضى وعدم الاستقرار إليها لضمان السيطرة على المنطقة وتنفيذ أجنداتها التوسعية لاحقاً. وما جرى للطفل محمد حميد محمد الذي أحرق الفسفور الأبيض الذي أطلقته طائرات العدوان التركي نصف جسده دليلا قطعي
على استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دوليا، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقات والقرارات الدولية التي تنص على منع استخدام هكذا أسلحة تحت طائلة المحاسبة الدولية، لتعيد احتلال المدينتين وتركهما في فوضى عارمة من انتشار السلاح والفلتان الأمني الذي نتج عنه كثرة جرائم القتل والابتزاز، وأصبحت تلك المناطق ملاذا آمنا لقادة التنظيم الإرهابي تحت غطاء مرتزقة الجيش الوطني، ومقتل أبرز قادة التنظيم في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها خير مثال على ذلك. كما عملت وبشكل لا لبس فيه على تغيير ديموغرافية الشمال السوري عموما من خلال تهجير السكان الأصليين وإنشاء المستوطنات والقرى وإحلال المهاجرين الأجانب وسكان المناطق الأخرى فيها. قوات سوريا الديمقراطية التي حاربت التنظيمات الإرهابية على مدار أكثر من عقد وعلى رأسها داعش، اليوم تحاول تركيا إعادة الروح إلى تلك التنظيمات بدعمها المستمر لها. تركيا التي أصبحت بؤرة لخلق التطرف باتت خطرا يهدد الشرق والغرب.